والجميع الجمهور. مبسوط؟ وريني الكاس اشوف. تعطيني اياه ولا لا؟ والله تستاهل. حسن حسن بعد شويه يا حبيبي تكفى. حسن يعطيك العافيه، الف مبروك، تتويج في بطوله الدوري. احنا على الهواء، الله يرضى عليك، معليش احنا على الهواء. الف مبروك بطوله الدوري، حتى لو كنتوا حاسمينها، بس اليوم الفرحه اكبر لانه فيها جمهور وفيها تتويج وفيها هالمنظر الجمالي. مبروك حسن، خصوصا في ارقام قياسيه برضه. اللهم لك الحمد، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ونقول الحمد لله ربي وفقنا وتممنا موسم تاريخي بدون اي هزيمه. فضل الله ثم فضل الدعم اللي لقيناه من الاداره، من الجمهور، من كل شخص صراحه في عمل في نادي الهلال. نهديهم الفوز وباذن الله نخلص فرحه اليوم ونركز على اسيا. في 3 كور اليوم تصديت لها، تجليت لها، معنويه الامور اكثر من هي فنيه. يعني اليوم لحظه تتويج انك حريص انها ما تسجل ذا. والله يعني طبيعي احنا طبعا انا واسامه وماجد وسلمان ورضوان لعب وعبد الله الدوسري. طبعا اذا جينا نلعب مباراه يكون بيننا يعني زي كل واحد يحمس الثاني، يلا يا شباب ما يجي هدف، اهم شيء الباب يكون ما في اهداف. وطبعا احنا الى اخر مباراه احنا على هذا الرتم. حسن، وش احلى الكوس ولا الميداليات؟ والله الاحلى التتويج، بس شوف شكلها يعني تغير الشيء، يعني شيء جديد لسه عرضتك شيء جديد وصراحه مميز، يشكرون عليه بهيئه دوري المحترفين، وان شاء الله ننتظر منهم المزيد. كم تفرحون في البطوله الدوري؟ انتم عندكم مشاركه مهمه. والله طبعا احنا مركزين على المباراه القادمه مع فريق الاتحاد الشقيق، وباذن الله مركزين عليها. يعني حتى اليوم كانت عباره استعداد لمباراه الاتحاد، وباذن الله نظهر صوره طيبه ونحقق نتيجه ايجابيه باذن الله. موفق. اهلا بكم متابعينا الكرام، استاذ علي النقور عضو مجلس اداره نادي الهلال، الف مبروك. زملائي لازم يشاركوني في الاربيس اذا كانوا جاهزين في الملعب. اول شيء الف مبروك، حسمتوا الدوري بشكل مبكر، ارقام قياسيه في تاريخ نادي الهلال، وعدد الانديه يزيد 14 نادي، احساس بفرح مختلف. اكيد بالتاكيد، انا اعتقد ان الموسم الماضي والموسم هذا موسمين استثنائيين للهلال، ان شاء الله باذن الله ان السنه هذه تتكلل بالمباراه الجايه مباراه الاتحاد. انا اعتقد انها مباراه مهمه. من اليوم باذن الله بننسى الافراح بعد نهايه ليله اليوم، بنبدا التركيز على مباراه الاتحاد باذن الله، ان شاء الله ان تمتد افراحنا ان شاء الله لكاس اسيا باذن الله. في حياتك الخاصه لمن تهدي الدوري؟ والله في حياتي الخاصه الدوري يعني وليد الصغير علي، لانه هو يعني من اشد الناس اللي يعني تعلق الهلال بشكل كبير، وهو بالتاكيد يعني كل اللاعبين وبالتاكيد والامير عبد الرحمن مساعد اللي كان هذه البطوله في هذه كل الانجازات. يعطيك العافيه. شكرا استاذ علي النقور. بالتاكيد خلينا نروح انا وطارق نشوف الزملاء في القرب من الاحتفالات الهلاليه، بالتاكيد كذلك بانتظار زميلي عبد الله العضيبي حتى ناخذ مع وجهه النظر. يعطيك العافيه ابو يزيد، مبروك الدوري. الله يبارك فيك. الله احساس مختلف في التتويج، والله الحمد حتى يمكن احساس افضل من لحظه الحسم اللي كان عليه. بالتاكيد انه التتويج ببطوله الدوري يعني امر مهم جدا وفرحتها كبيره. المجهود اللي بذله اللاعبين طوال الموسم تتكلم لله الحمد بانجاز تاريخي بتحقيق البطوله بدون اي خساره. البطوله ما في شك انها غاليه وغاليه جدا، واثبتت انه فريق الهلال هو زعيم كره القدم السعوديه، وباذن الله يستمر كذلك. مفيده قبل الاتحاد، ما في شك انه دعم معنوي كبير للفريق الهلالي. الهلال متكامل وعلى افضل استعداد طوال الموسم ولله الحمد. نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق ان شاء الله يحسم المباراه القادمه باذن الله. الله. شكرا الاستاذ عبد الكريم الجاسر عضو مجلس اداره نادي الهلال ومدير المركز الاعلامي. سنتجه الان الى منتصف الملعب لناخذ وجهات نظر لاعبي فريق نادي الهلال. بالتاكيد اللاعبون يحتفلون مع الجماهير الهلاليه بطريقه خاصه ربما تلتقطها الان الشاشه وتلتقطها الكاميرات. ايضا بانتظار زملائي في ارضيه ميدان زميلي عبد الله العضيبي وكذلك زميلي احمد ابو مسمار لناخذ وجهات نظرهم في هذه المباراه. اذن اللقطات في منتصف الملعب، لاعبين باتجاه الجماهير احتفالا بهذه البطوله. شافي يعطيك العافيه، مبروك. كنا على الهواء شافي، شوف الكاميرا وراك، انا على الهواء مباشره. مبروك تتويج هذا الدوري. الله يبارك فيك حبيب قلبي. وشوف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على
البطولة اللي جبناها هذه، والحمد لله على كل حال. يعني فريق الهلال يعني معروف الحمد لله بطولات، وما ادري شو اقول، بس الحمد لله رب العالمين. كابتن حاسين بانجاز انه عشان ارقام قياسيه ما فيها هزيمه هالموسم؟ كيف؟ ما فيها هزيمه هالموسم، هذا شيء يضاف لكم. الحمد لله على كل حال. يعني زي ما انت شايف يعني انجازات وفي انجازات فوق انجازات، والحمد لله على كل حال. من تهدي هذا الانتصار او هذه البطوله تحديدا في حياتك الخاصه؟ والله الحقيقه شوف، اول شيء صاحب السمو الامير عبد الرحمن بن مساعد، وصاحب السمو الامير نائب الرئيس نواف بن سعد، وابو عبد الله سامي الجابر يعني وكالجرون. الحقيقه يعني هديه خاصه لامي وابوي، الله يطول العافيه. الله يعافيك. شكرا الكابتن شافي الدوسري. ايضا متواصلون معكم في رصد افراح لاعبين على الهواء. انا على الهواء. محمد مبروك، نتيجه الدوري بارقام قياسيه خساره. اول شيء الحمد لله، هذا ما جاء اساسا من عمل واجتهاد من الاداره ومن اللعيبه. الحمد لله ربي وفقنا وحطمنا يعني رقم وصلنا يعني المرحله كتاريخ لنا مستقبلا. كابتن مفيده قبل الاتحاد التتويج هذا، من حيث اقول مفيده المباراه معنويا قبل مباراه الاتحاد. اكيد تتويج وفرحه، بس ننسى يعني بعد ما نطلع من هنا انه خلاص كل شيء ينتهي، وان شاء الله نفكر في الاسيويه ان شاء الله. من تهدي البطوله في حياتك الخاصه؟ لمن تهدي البطوله؟ اكيد اهم شيء عندي الوالد والوالد الله يخليهم لي. شكرا الكابتن محمد القرني. ايضا متواصلون معكم متابعينا الكرام. عيسى انا على الهواء. عيسى المحياني ايضا احد نجوم الهلال. المصور يقول تعال هنا احسن. عيسى يعطيك العافيه، مبروك. خلينا نوجهنا على الكاميرا هذه. صدق ذي مباراة ما يبغى لها استديو، يبغى لها احداث وفرحه. اداره ولاعبين وجهاز فني واداري والجماهير، هذا اللي وقف معنا يعني في كل زمان وكل مكان. نبارك لهم بهذا الانجاز ان شاء الله، ومن انجاز لانجاز ان شاء الله. عيسى في حياتك الخاصه لمن تهدي بطوله الدوري؟ والله اهدي لام ابراهيم الله يعطيه العافيه، وللوالده الغاليه اللي يعني دعواتها الله يبارك فيها. المدام اكيد، انا قلت ام ابراهيم تقولين يعني الله يعطيك العافيه. الكاس احسن ولا ميداليه؟ والله الكاس يعني شيء جديد، حركه جديده، والاولويات للهلال دائما. مبسوط انت؟ الله يبارك فيك. اكيد يعطيك العافيه. شكرا الكابتن عيسى المحياني. ايضا توافد لاعبين فريق نادي الهلال. ايضا ننتظر عبد العظيم في جولة ثانيه. سلطان طيب. عبد اللطيف، مبروك عبد اللطيف، يعطيك العافيه. الدوري وبارقام قياسيه. اول شيء بسلم عليك، يعطيك العافيه. مبروك بطوله الدوري الاجمل. يبدو بالنسبه لكم انها ارقام قياسيه، انه ما في خساره الموسم هذا. الحمد لله موسم تاريخي. الكل فرد مثل نادي الهلال، سواء اداري او فني او طبي او اخوان اللاعبين. الحمد لله زي ما قلت بنفرح ان شاء الله لحد الساعه 12، ومن بعد ان شاء الله نفكر في اللقاء القادم. كابتن موسم استثنائي تعتبرونه لكم كلاعبي هلال؟ اكيد بدون اي خساره، 20 فوز و6 تعادلات. 7 تعادل. 7 اسف يمكن ما حضرت. 19 فوز و7 تعادل. يمكن ما حضرت كويس. حياة عبد اللطيف الخاصة لمن يهدي بطولة الدوري؟ اهدي للوالدة الغالية الله يطول في عمرها، وللجمهور الهلالي، ولا انسى مجهود الامير عبد الرحمن بن مساعد ونائب الامير نواف بن مساعد والكابتن سامي الجابر، وايضا اعضاء الشرف والجماهير الزعيم باكملها. يا هلا. شكرا كابتن عبد اللطيف الغنام. ايضا سناخذ ان شاء الله وجهه نظر لاعبين نادي الهلال. اتحول لزميلي احمد ابو مسلم الجهه الاخرى. احمد تفضل. احمد تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي رياضية مباراة حصلتم على الدوري. نقول أحمد علي حصل مع الهلال في فترة 6 أشهر على بطولتين وبطولة ودية في دبي. والله الحمد لله طبعا توفيق ربنا طبعا، وطبعا بشكر ربنا وبشكر الامير عبد الرحمن بن مساعد رئيس النادي طبعا، اللي احنا كل اللعيبه بتعتبره اب لينا،
وطبعا بشكر ربنا طبعا ان انا فزت مع الهلال في فتره قليله جدا 3 شهور. فزت بالدوري وكاس ولي العهد، وان شاء الله نفرح الجمهور اللي نفسه في بطوله اسيا ان شاء الله. نفوز الماتش الجاي ونصعد لدور ال 16 ان شاء الله. احمد له بطولتين وانت 16. احمد في اول يوم اخذ بطوله في دبي، فالحمد لله يعني احمد وجه خير علينا، والحمد لله انه انبسطنا في البطوله واحمد موجود، وان شاء الله تستمر الانجازات باذن الله. رقم قياسي، ايضا اقوى دفاع، اقوى هجوم. تتعب وانت تعد الارقام، يعني بطل الحمد لله بكل المقاييس، سواء دفاع ولا هجوم ولا اكثر فوز واقل خساره، فيعني صراحه انجاز يستاهل الواحد يفرح له اكثر من العاده، فالحمد لله رب العالمين تتواصل ان شاء الله الانجازات. احمد راضيين عن الجمهور اليوم؟ الحمد لله يا رب. طبعا جمهور الهلال بيقدر، مو راضين كذا. لا احمد حيجامل مباراه تتويج، يعني الملعب يكون مليان على الاخر يعني، فاتمنى ان شاء الله في الايام الجايه نلعب على الاخر، لانه لا طبيعي يا اخي، احنا فريق هلال وبطل قبل البطوله 3 جولات، فالمفروض الملعب يكون مليان، هذا اللي نتمنى في المرات الجايه. لا احمد راح يجامل، عشان كذا قلتها انا. احمد نعم. لا انا ما فهمتش السؤال صح. لا طبعا فريق كبير بحجم الهلال لازم ما يبقاش فيه كرسي فاضي في المدرجات. يعطيكم العافيه. ننتقل الى تصريح الامير. شباب احييك سمو الامير وبارك لك نهايه هذا الدوري في دوري المحترفين. كيف تقيم التجربه كتجربه جديده بالنسبه لنا، انديه محترفه وكذلك هيئه محترفه تعمل خلينا نقول سمو الامير لمحاكاه الدول المحترفه في هذا الجانب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ابارك لنادي الهلال على تفوقه المبكر